خدعوك فقالوا ان البطاطس دي وحشه جدا وبتتخن، ولو عايز تخس ابعد تماما عن البطاطس. والحقيقه ان البطاطس دي حلوه جدا. حد يقول على البطاطس دي وحشه؟ وتعالى اقول لكم البطاطس دي حلوه ليه. اول حاجه غنيه بالالياف، غنيه بالالياف يعني هناخد كل فوائد الالياف بقى، اذا كانت بتشبع وبناخد فتره طويله عبال ما نجوع وتحسن سكر الدم، كل الفوائد بقى بتاعه الالياف. تاني حاجة إن هي غنية جدا بالفيتامينز وعلى رأسها فيتامين سي، غنية بالمعادن المهمة جدا زي البوتاسيوم اللي احنا بنبقى محتاجينه وبندعبس عليه. فبالتالي البطاطس دي حلوة جدا، واقدر احطها والله جوه نظام غذائي صحي وما تخنش خالص. بالعكس انا بحبها جدا كبديل للرز والمكرونه والعيش. ليه بقى؟ لان هي طبعا عشان متفقين ان هي فيها الياف فبتحسسني بالشبع فتره اطول، وكمان بتديك احساس بالرضا كده. ايه ده انا باكل بطاطس، انا باكل بطاطس يا سعاد. البطاطس دي حلوه جدا وانا بحبها. بس هتاكلها ازاي؟ هتحمر وتشمر وتقلي ما اعرفكش، لكن بقى هتسلقها بقى بقشرها، هتدخلها الفرن، هتحمرها في الاير فراير، يبقى كده تمام. فدخلوا البطاطس يا جماعه وما تخافوش منها. هناخد قد ايه؟ هتاخد قد بطاطسايه وسط. بجد طبعا لازم تكون الوجبه متكامله ومتوازنه، يكون معاها دهون صحيه، يكون معاها بروتين، يكون معانا خضار. فبالتالي كده تعتبر بديل صحي، نشويات حلوه جدا بدل الرز والمكرونه والعيش. ونيجي بقى لسؤال الحلقه بتاعت النهارده، قولوا لي كده، هي البطاطس حلوه ليه؟